شوف يا إخوان نظرية القطيع. شوف الرجل أتى بالأغنام وتمشي وراه. شوف الذي سيحدث الآن. لاحظ الآن هو يدور بالأغنام حول النار ويحوم حول النار. شاهد الآن ماذا سيفعل؟ سيخرج من الدائرة. شوف الآن هي تلحق. شوف الآن خرج من الدائرة. شوف الآن خرج من الدائرة. الأغنام ماذا تفعل؟ تدور ولا تعلم أين هي وتحوم حول النار. وكأن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بتلك الآية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، والحيوانات لها قلوب، ولهم أعين لا يبصرون بها، والحيوانات لها أعين، ولهم آذان لا يسمعون بها، والحيوانات لها آذان. لكن قال الله عن الذين يسمعون ويقرؤون القرآن ولا يتدبرون الحلال والحرام، قال الله: أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الله أعطانا عقول نتدبر أكثر من الحيوانات. إذن استلذوا بتلك الآية. هذا الفيديو يذكرنا بالذين يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم، مثل الذين ينادون القبور ويدعون القبور من دون الله، ونقول لهم أن هذا شيء حرام لا يصدقون ذلك، ونقول لهم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بذلك، حيث قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وغيره الكثير من الآيات.